في الكبسولة اللي فاتت عرفنا ازاي بنتعامل مع الفشل اللحظي بالريترايز والباك اوف، لكن النهاردة احنا قدام كابوس تاني خالص، كابوس البويزون بالمسج او الرسالة المسمومة. دي رسالة فيها بيلود بايظة، كود الكونسيومر مش قادر يعمل لها دي سيريالايز، او الديتا اللي جواها بتضرب null pointer exception حتمي، او الديتا مبعوثة من الفرونت اند ناقصة وبايظة. الرسالة دي مستحيل تنجح مهما عدت فيها ملايين المرات. لو سبتها تعيد في مكانها قفلت السيستم وشليت البرودكشن، ولو مسحتها وعملت لها اجنور عشان تمشي الطابور انت دمرت الداتا انتجريتي وخسرت اوردر العميل. في البرودكشن الحقيقي الاركيتكت ما بيصلحش الكود في نفس اللحظة الساعة 3 الفجر والسيستم واقف. الصح اننا بنعمل عزل صحي للرسالة المريضة دي، بناخدها من قفاها ونرميها في حتة معزولة عشان الطابور يمشي، ولما نصحى الصبح براحتنا نحقق معاها ونعرف باظت ليه ونصلحها. الحتة المعزولة دي هي الديد ليتر كيو او LDL Q، مستشفى الرسائل الميتة. اهلا بيكم في كبسولة سيستم ديزاين جديدة. انا مصطفى سليمان، والنهاردة احنا جايين نشوف المستشفى دي بتتبني ازاي في رابت وكافكا، لان الهندسة بتختلف تماما. في رابت MQ الموضوع مبني جوه البروكر وجاهز. رابت بيوفر حاجة اسمها Dead Letter Exchange DLX. انت بتهندس المين كيو وبتقول له يا رابت لو في رسالة حصل لها ريجكت او عدت عدد محاولات الريتراي وماتت، خدها اوتوماتيك ارميها في DLX ده، والDLX بياخدها يوديها لكيو معزول. الحتة الذكية هنا بقى اللي بنعمل بيها non blocking retry، اننا بنحط للرسالة جوه مستشفى رابت حاجة اسمها time to live TTL. يعني بنقول للرسالة اقعدي في المستشفى دي ارتاحي لمدة 5 دقايق. اول ما ال5 دقايق يخلصوا والرسالة تموت جوه DLQ، رابت بياخدها اوتوماتيك ويعيد توجيهها للمين كيو عشان الكونسيومر يحاول معاها تاني بعد ما يكون السيستم هدي. كل ده بيحصل اوتوماتيك بره الكود وبدون ما نعطل ثانية واحدة من الرسائل السليمة. لكن صحصح معايا هنا يا هندسة عشان ما تقعش في الفخ. الكلام ده عظيم جدا لو الفشل كان لحظي transient failure، زي هزة نتورك والسيستم رجع يشتغل تاني. لكن لو الرسالة مسمومة بويزون بيل بجد وفيها بج في الكود او الداتا بايظة، لو سبناها كده هتفضل تلف في ساقية TTL للأبد وتعمل لود على الفاضي. عشان كده الاركتكت الشاطر بيعمل خط دفاع تاني، بنحط ليميت لعدد المحاولات ماكس ريترايز. لو الرسالة رجعت من مستشفى TTL وفشلت تاني وتالت لحد ما استنفدت محاولاتها، السيستم بيعرف ان دي مشكلة دائمة permanent failure ومستحيل تنجح لوحدها. هنا بقى بنوقف الساية اوتوماتيك وبننفي الرسالة دي بشكل نهائي للمشرحة الفاينل تيرمينال DLQ. هنا الرسالة بتقف ومبتتحركش تاني اوتوماتيك لحد ما نصلح الكود ونعمل ديبلوي. اما في اباتشي كافكا الوضع مختلف تماما وصادم. كافكا شريط خرساني immutable ما بيعيدش توجيه رسائل ومفهوش مفهوم DLQ المبني جوه زي رابت. فلو رسالة باظت كافكا ما بيعرفش يتصرف. هنا بيجي دور الاركتكت عشان يبني the retry and dead letter topics pattern. الكود بتاع الكونسيومر هو اللي بيشيل الليلة. لما الرسالة تفشل والباك اوف يخلص، الكونسيومر بياخد الرسالة وبنفسه يعمل لها publish على توبك جديدة خالص انت عامله اسمه orders retry 5M عشان نعمل النون بلوكينج ريتراي للمشاكل اللحظية. وعندنا كونسيومر
تاني خالص ملوش دعوة بالطابور الأساسي، قاعد بيسمع للريتراي توبيك ده بعد 5 دقايق. طب لو فشل التاني وتالت وطلعت بويزون بيل بجد، الكود بيلقط ده، وبدل ما يفضل يرميها في الريتراي توبكس بياخدها ويرميها في الفاينل تيرمينال ستيت، وهي دي الاوردرز دي ال تي ديد ليتر توبيك اللي هي المشرحة برضو في كافكا. هنا الرسالة بتقف تماما ومتتحركش عشان نحمي السيستم. بكده حافظنا على ميزة كافكا الخارقة وسرعته، وعملنا العزل الصحي برضو بالديزاين باترن ده بره البروكر. الخلاصة الهندسية للنهاردة، الدي ال كيو مش مقبرة بنرمي فيها الداتا وننساها. الدي ال كيو ده أداة تشغيلية Operations Tool. أول ما الرسائل المسمومة البايثون بيلز تتجمع وتقف في المشرحة النهائية ترمي دي ال كيو، المونيتورنج عندك بيبعت إنذار لمهندسين الديف أوبس يدخلوا يشوفوا البج، والديفلوبرز يصلحوا الكود ويعملوا ديبلوي للنسخة السليمة في البرودكشن. ساعتها بقى والسيستم شغال وسليم بنعمل حاجة اسمها DLQ ريبلاي، سكريبت أو زرار في الأدمن بانل بياخد الرسائل اللي كانت ميتة في المشرحة دي ويعيد ضخها في المين كيو تاني. وبما إن الكود الجديد بقى سليم وبيعرف يتعامل معاها، الرسائل بتنجح وتدخل حسابات العميل بنجاح وكأن مفيش حاجة حصلت. بس استنى هنا، بما إننا في كبسولة 14 عملنا ريترايز وتراجع أسي، وفي كبسولة 15 عملنا مستشفى وبنعيد ضخ الرسائل الميتة، النتيجة الحتمية والرياضية للشبكة بتقول إن الرسائل دي كده كده هتوصل للكونسيومر مكررة أكتر من مرة. إزاي بقى نحمي الداتابيز والحسابات إنها تتنفذ مرتين وتخرب الدنيا لما الرسائل تتكرر؟ استنونا في الكبسولة الجاية عشان نبني الدرع الخرساني ونشرح الايدم بتونسي والانبوكس باترن. ما تنساش تعمل لايك لو الكبسولة دي رتبت دماغك، واشترك في القناة عشان توجه الكبسولة الجاية لدماغك فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.